ورد مصنوع من الذهب وألماظ وعربيات فاخرة كلها هدايا فخمة أهداها النجوم لأزواجهم وبيقولوا من خلالها رسائل رومانسية. وخلوني أقول لكم إن زي ما محمد سامي مش بيفوت فرصة غيره بيعبر فيها عن حبه الكبير لمي عمر شريكة حياته ونجاحه، كمان مي ما فوتتش فرصة عيد ميلاده وعبرت له عن حبها الكبير ليه وجابت له ساعة من براند باتيك فيليب السويسرية سعرها بيوصل 69 ألف استرليني، يعني بأكتر من 4.5 مليون جنيه. كمان الفنان أحمد سعد احتفل بمراته مصممة الأزياء علياء بسيوني بطريقته الخاصة وعبر لها عن حبه في عيد ميلادها واهداها عربيه لاند روفر بيضه سعرها بيتخطى ال10 مليون جنيه، وقال لها والله لو رجع بيا الزمان 1000 مره لاختارك يا احلى زوجه وام بناتي في كل مره. وقبلها ب3 سنين فاجئت علياء زوجها احمد سعد بهديه مش متوقعه وفكرت اوت اوف بوكس وجابت له سكوتر في عيد ميلاده كان بيتمنى يكون عنده واديته له على الهوا في حلقته مع الفنانه اسعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده. وفي 2020 لفت محمد رمضان الانظار وبقى حديث الناس على السوشيال ميديا بسبب هديته لمراته نسرين عبد الفتاح اللي عبر من خلالها عن حبه الكبير ليها وامتنانه لوقوفها جنبه في كل لحظة صعبة، وقرر يحضر لها هدية مختلفة تماما وأهداها وردة مصنوعة من الذهب حتى أوراقها من الذهب. وفي نفس السنة اتفاجئت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد بهدية من جوزها عبارة عن عربية من طراز مكلارين وسعرها بيتخطى 250 ألف دولار. ولو جينا نشوف هدايا مبارك الهجري لزوجته الفنانة أحلام الإماراتية فهنلاقيها ملهاش حدود. مرة عمل لها صالون تجميل بالكامل في البيت مجهز بأعلى وأفضل الأجهزة، ده غير الساعات المرصعة بالألماس والشنط البراندات، وطبعا أهدى لها مجوهرات كتير خصوصا إن دي أكتر حاجة أحلام بتحب تشتريها. وقبل كده قالت إنها بتتحدى أي بني آدم على الكوكب يطلع يقول إنها لبست من عنده قطعة مجوهرات واحدة من غير ما تكون شارياها. طبعا أحلام ما بتفوتش فرصة غير وبتشتري لمبارك هدايا مش بس في عيد ميلاده، وأهدت له قبل كده ساعة نادرة مرصعة بالألماس وعربية فيراري فخمة. أما بقى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ما كانش مستني مناسبة عشان يجيب فيها هدية لياسمين صبري، وكل الهدايا كانت فخمة، بداية من الشبكة اللي سعرها 200 ألف دولار وبعد كده عربية رولز رويس ثمنها بيوصل ل 10 مليون جنيه واستوردها من بره مصر مخصوص عشان وقتها ما كانتش موجودة في مصر. كمان أبو هشيمة قدم لياسمين مصنع لللينسز عشان يكون تحت تصرفها بالكامل. وكمان في الفترة اللي كانت بلقيس متجوزة فيها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف جاب لها هدايا مميزة جدا، وكانت عبارة عن ميكروفون مطلي بالذهب مع حامل مكتوب عليها اسمها برضه بحروف من الذهب. ولكن زوج الفنانة المغربية سلمى رشيد علي عل على زوج بلقيس واهداها ميكروفون مرصع بالالماس واسمها منحوت من الذهب الابيض. وعشان الهدايا لازم يكون فيها كرياتيفيتي، يوسف الخال فكر في انه يهدي مراته نيكول سابا هديه مختلفه تفتكرها العمر كله، وعمل لها مخصوص كوليه ذهب مرصع بالالماس على شكل نسر وهو نفس رسمه النسر اللي نيكول رسمها على ايديها. وفي الفتره اللي سعد الصغير كان متجوز فيها برلانتي عامر اهداها 3 اطقم من الالماس والذهب في عيد ميلادها واستعرضوا الهدايا على السوشيال ميديا وعبر لها عن حبه وقال لها ان اي حاجه تتمناها هيجيبها لها. ومن بين الهدايا اللي اثارت جدل كبير كانت هديه الهام الفضاله اللي جات لها من زوجها، اتفاجئت في يوم بانه بيهديها يخت سعره خيالي بملايين الدولارات. وفي بدايه جواز الفنانه المغربيه دنيا بطمه من محمد الترك اهداها تليفون مطلي من الذهب الخالص ومرصع باحجار شورفسكي. وخلوني اقول لكم ان الالماظ والساعات الفخمه المرصعه بالذهب او الالماس تعتبر هدايا عاديه وافكار تقليديه، ولكن كانت برضه وسيله للتعبير عن حبهم، زي هدايا فادي الهاشم لنانسي وابو هشيمه لهيفاء وهبي وقت ما كانوا متجوزين، واحمد حلمي لمنى زكي خصوصا في يوم عيد ميلادهم اللي بيشتركوا فيه سوا وبيكون يوم 18 نوفمبر.